عزيزي الكاتب، تعالى أقولك على 5 نصايح تخلّي القارئ ما يزهقش من الرواية بتاعتك. أول حاجة ممكن نعملها هي إن إحنا نسرّع الأحداث. بمعنى إيه؟ بمعنى مثلًا إن هي الحلقة الأولانية اللي هي حصل فيها البداية دي كلّها، الحياة العادية، هي كانت ساعة. هنحط فيها كل المشاهد زي ما هي محطوطة، بس بدل ما هي ممطوطة في ساعة كاملة، لأ، أنا أخلّيها نُص ساعة بس. تاني حاجة ممكن نعملها هي إن إحنا نختصر الأحداث. يعني إيه نختصر الأحداث؟ يعني بدل مثلًا ما أنا هاحط ال10 مواقف المفروض بيحصلوا في الساعة دي، لأ، أنا هاخلّيهم 5 بس، وأي حاجة أنا شايفة إن هي ممكن تكون مملة شوية أو ما لهاش لازمة، مش هتزوّد أوي على اللي already اتقال قبل كده، أشيله خالص. تالت حاجة نزود الplot twist. كل شوية نخلي في حاجة غير متوقعة تحصل، بحيث ان هو القارئ او المشاهد دايما تبقى عينه على الحاجة، وان هو يكون متحمس ان هو يعرف طب المشكلة دي هتتحل ازاي، طب اللي هيحصل بعد كده هيكون ايه، وهكذا. رابع حاجة وهي ان احنا نحط shadows. قصدي ايه بشادوز؟ قصدي ان احنا بندي زي هنت كده للقارئ، ان احنا بنقول له مثلا ان هو في كذا احتمال يحصل في المستقبل، في كذا ممكن هيحصل، في كذا هيحصل، وهكذا. فهو يبقى دايما عايز يعرف طب قصة الحب دي هتنتهي على ايه، طب الخاتم الملعون ده هيلاقوه ولا لأ. خامس حاجة بقى هي ان احنا نحط كليف هانجر. قصدي ايه بكليف هانجر؟ ان هو تبقى اخر حتة في الفصل بتاعي تخلي القارئ يعني حرفيا يدخل على الحلقة اللي وراها على طول، او المشاهد يدخل على طول على الحلقة اللي وراها. او بالنسبة لنا بقى في الروايات بيبقى اسمها بيج تيرنر، ان بحيث ان هي بتخلي القارئ يقلب الصفحة على طول عشان يدخل على الفصل اللي وراه. نهاية من الآخر تكون قوية جدا، أو نهاية تثير فضول القارئ. الآخر كده نهاية تحبس أنفاسه. يعني الحاجة المشهورة جدا إن هو بيقع في النهر مثلا من على ارتفاع عالي جدا أو حاجة شبه كده، وإن هو القارئ بيكون عنده فضول يعرف طب هو عايش ولا مات، ولا هو حصل له إيه، فيقوم مقلب الورقة حرفيا عشان يطمن على الشخصية بتاعته. في حاجة أخيرة كمان بس هم اوريدي عملوها، هي زي الفلاش باك. إن أنا باخد جزء، أكتر جزء ممتع مثلًا في الحلقة كلّها، بالنسبة للحلقة الأولانية اللي هنا كانت إن هي آخر حتّة فيها، وإن أنا أروح جاية حاططها في الأول كمشهد بداية، بحيث إن أنا أشد انتباه القارئ واخلّيه أو المشاهد، واخلّيه يكمّل عشان يعرف إحنا وصلنا للنقطة دي أو اللي حصل ده إزاي، فيقوم مكمّل لحد الآخر عشان يوصل للي إحنا جبناه له في البداية. وده بتبقى حاجة مفيدة جدًا إن إحنا نحطها كمشهد بداية، خاصةً في الروايات اللي بتبتدي الحكاية من الأول. قلنا زي إن إحنا بنورّي الحياة العادية، بحيث إن هو القارئ يكمّل برضه بدافع الفضول. كده عزيزي الكاتب تكون عرفت